لو بتتفرج على مسلسل جديد وجات لقطة فيها تمثيل غريب أو جملة ما اتقالتش بشكل طبيعي، أو مثلا إن ممثل فجأة بيصرخ من غير سبب، اوعى تستغرب، لأن ممكن يكون كل ده معمول مخصوص عشان تتقص وتتحط على التيك توك. السؤال هنا بقى، هو التمثيل اتغير ولا احنا اللي بقينا بنمثل للترند مش للدراما؟ في الحلقة دي بقى من شرح مفصل هنفهم هل التيك توك بوظ شكل التمثيل؟ جهز بقى كوباية الشاي الجميلة لحد ما التتر يخلص. من سنة 2019 تقريبا بدأنا نلاحظ إن بعض المشاهد بقت معمولة بطريقة مقصوصة. يعني إيه بقى طريقة مقصوصة؟ يعني جملة قصيرة، رد فعل عنيف، موسيقى درامية بلا هدف، لحظة مناسبة للريل، وكأن الممثل بقى بيمثل للموبايل مش للمخرج. تخيل يا مان إن في أعمال بقت بتتحضر من الأول وفي دماغ صناعها إن إحنا إزاي نخلي كل مشهد ممكن يتقص ويبقى ترند. مشهد الصدمة، مشهد الخيانة، ويا سلام بقى لو مشهد خناقة. وبقى كل تفكيرهم يا ترى المشهد ده لما ينزل على التيك توك هيجيب كام مشاهدة في الدقيقة؟ تسألني وتقول لي طب إيه الغلط في ده؟ أقول لك أولاً كده إن ده بيأثر على منطق التمثيل نفسه. التمثيل الطبيعي محتاج بناء، لحظة، تصعيد، وهكذا. لكن لما الممثل يبقى شايف إن الجملة دي هتتقطع ويتعمل بيها صوت، بيركز في إزاي أقولها جامد مش ليه بقولها أصلاً، والفرق بينهم كبير جدا. اتنين، بيخلي كل الشخصيات شبه بعض، نفس طريقة الكلام، نفس التعبير المبالغ فيه، نفس الحركة اللي معمول حسابها عشان تتقص وتتحط على أغنية. المشكلة الكبيرة بقى اللي الموضوع ده برضه بيعملها إنه بيأثر عمر المشهد نفسه. المشهد اللي اتعمل عشان يضرب على التيك توك ممكن يختفي بعد يومين، لكن المشهد اللي اتعمل من إحساس حقيقي ممكن يفضل سنين. وعشان أكون منصف، التيك توك كشف مشاهد تمثيلية عظيمة الناس كانت هتنساها، ورجع لقطات من أفلام قديمة، وخلى جيل جديد يحب تمثيل عمره ما كان هيشوفه. لأن الجيل الجديد ده مش مهتم إنه يتفرج على التلفزيون قد ما مهتم إنه يفتح التيك توك. بس المشكلة بقى يا مان لما التمثيل نفسه يتحول لمنتج معمول عشان ينتشر مش عشان يوصل إحساس. وبس كده، هي دي كانت نهاية حلقتنا من برنامج شرح مفصل.